أعزائي المشاهدين مساء الخير، بنحيي حضراتكم وحلقة جديدة من أول الحكاية، ولقاء بيتجدد في أول يوم من أيام السنة الميلادية الجديدة النهاردة 1 يناير 2011. كل عام وحضراتكم بخير. لقاءنا على الهواء مباشرة بمشاركة حضراتكم من خلال الاتصالات الهاتفية أو الإيميلات. حكايتنا النهارده حكايه مش قديمه لكنها في ازدياد لدرجه انها بقى ليها احصائيات. وعشان ما اطولش لحضراتكم، حكايتنا عن الزواج باجنبي او باجنبيه. جواز اوله فرح وسعاده، لكن غالبا وبنسبه كبيره للاسف بتنتهي بمحاكم وقضايا ومشاكل ممكن تستمر طول العمر. تعالوا نشوف ايه الحكايه لكن بعد هذا التقرير. انها مجازفه، يعني بتاخدي القريب، بتاخدي اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش، يعني انما غربه كده مره واحده عايزه ظروف معينه بقى. ما اقدرش اقول ناجحه وما اقدرش اقول فاشله، نقول ناجحه 30%. الطباع بتبقى مختلفه، البيئه يعني كل حاجه فيها مش يعني مش زينا، مش طباعنا. الجواز الاجانب مش تجربه ناجحه قوي، لان انا شايف ان هم لهم عاداتهم ولهم اسلوب حياتهم اللي احنا ممكن كمصر ما نقبلوش. فالى حد ما بتبقى معظم الارتباط بالاجانب بيبقى ما بظنش اللي هو زيجات المصريين من امريكان او اوروبيين. الجنسيات الاجنبيه، هستسمح حضرتك نقف لحظه وعايزين ناخد شق يعني ما نقدرش نغفله، وهو الشق القانوني من خلال لقاء تليفوني دلوقتي. ايوه، اتاخر معناش الاتصال. احنا بعد شويه هيكون لنا اتصال مع احد المحامين الكبار المتخصصين في المشكلات من الزواج من اجانب. قلنا هنرجع بقى لزيجات الشباب من اجنبيات بالظبط كده، وبيبقى برضه كبيرات في السن بنسبه كبيره، وكبيرات في السن لهدف ما ليس عاطفي خالص. خالص. هو الهدف اساسا منفعه وبراجماتيه خالصه، ليس الا يعني زواج عملي او زواج نفعي. كل فكره ازاي يوصل للهدف بتاعه. احنا معانا استاذ هاني احمد، محامي متخصص في زواج الاجانب وعضو اتحاد المحامين العرب. بنرحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. طبعا يعني في شق طبعا قانوني يمكن بيكون هو يمكن المدخل الاكبر للمشاكل الاساسيه اللي بيعاني منها المتزوجين من الاجانب. انا عايز اعرف، رغم ان سؤالي ممكن تكون قماشته واسعه قوي، قبل ما اتجوز الاجنبي اعمل ايه؟ ان كان هذا الاجنبي عربي من دوله عربيه او من اجنبي من دوله اوروبيه، ايه اللي المفروض ان انا اعمله كاحتياط عشان اتجنب المشاكل اللي بنسمعها، خاصه مثلا لو اجنبيه بتاخد الولاد وتمشي على سبيل المثال، او ان الزيجه من عربي تكون زيجه قصيره؟ يعني ايه الضمانات اللي ممكن تتخذ؟ تمام. حضرتك الاول الجواز سواء بيبقى زوج اجنبي والزوجه مصريه، او بيبقى الزوج هو اللي مصري والزوجه هي الاجنبيه. ايوه مظبوط. الحالات والشروط اللي هي خاصه بالموضوع دوت واحده في الاثنين. طبعا عشان الزوج يكون اجنبي، يعني سواء مثلا جنسيته سعودي او كويتي او اي جنسيه كانت، ممكن حضرتك تعلي صوتك شويه، الصوت مش واضح. حضرتك بقول لك الشروط اللي هي بتبقى موجوده سواء الزوج اجنبي او الزوجه اجنبيه بتبقى واحده في الحالتين. فلازم شروط، الشروط دي اللي لازم الجواز يكون موثق عن طريق الشهر العقاري في وزاره العدل. فالزوج الاجنبي او الزوجه الاجنبيه لازم يجيب موافقه من دولته عشان يكون الدوله الاجنبيه او دوله الزوج دوت تعترف بالجواز دوت. يكون في كل الدول يا استاذ هاني؟ في كل الدول يجب على الاجنبي ان ياتي بهذه الموافقه؟ كل الدول. قبل ما يتجوز من جنسيه اخرى لازم الطرف الاجنبي سواء زوج او زوجه بيتقدم لدولته، بيقول انا هتجوز من مصر مثلا زوجه، بيقدم على حاجه اسمها موافقه او على شهاده عدم ضمانها من الدوله دي اللي هي موافقه على الجواز دوت. من خلال عمل حضرتك بتحدث ان في زيجات لا توثق؟ تمام، في زيجات لا توثق عن طريق الموضوع دوت دي. يعني ما بتتخذش الاجراءات القانونيه اللي حضرتك بتذكرها. بيحصل بنسبه قد ايه؟ بنسبه مثلا حوالي 70% 80%. بعض الدول ما تدوش موافقه الدوله او ارادتها في الموضوع دوت. طيب، والزواج برضو من اجنبيات، خصوصا لما الشباب بيهاجر بره وبيبقى عايز ياخد الجنسيه المفروض يعمل ايه قبل ما يخش في حاجه زي كده، حتى لو كان عايز يتجوز من باب المصلحه زي الدكتور حسين ما تفضل وقال بيبقى الجواز دلوقتي للمنفعه؟
زواج نفعي. ومعظم الحالات بتبقى كده دلوقتي. بالتاكيد اكيد اكيد بيبقى فرق السن حتى كبير، بيبقى الشاب المصري بيبقى سنه صغير وبيتجوز زوجه بتبقى اكبر منه ب 20 سنه وممكن 25 سنه. وطبعا في بند في القانون بيقول السن بين الزوج المصري والزوجه الاجنبيه او سواء في الحالتين ما يتعداش ال 25 سنه. وحضرتك في شباب بيبقى سنها صغير بتتجوز زوجه اكبر منه فرق 20 سنه او 25 سنه ما يتعداش الحد دوت عشان عايز يسافر ويغير من وضعه اللي هو ياخد اقامه. طب اذا هو بعيد مره ثانيه، اذا هو انتقل للدوله الاوروبيه وعايز يتجوز عشان ياخد جنسيه ما خدهاش من هنا وما فيش فرق سن كبير وبقى في اطفال، يعني بالتاكيد لازم يكون على درايه ووعي بقانون الدوله اللي هو قاعد فيها، هو بينفذ بيقدم على هذه الخطوه. ايه المشاكل عشان بس نتكلم فكره زواج الاجانب؟ يعني لو حصلت مشكلات، هل فعلا حصل ان احنا بنقدر المواطن المصري او المصريه لو تم التوثيق زي حضرتك ما قلت انه ياخد حقوقه، يعني يعرف يشوف اولاده، المشكلات اللي احنا بنسمعها بيعرف يجد لها حل لو هي موثقه؟ اي حل حضرتك، اي حل يكون غير الزواج مش موثق بيعتبر المركز لكن لو موثق يعرف ياخد حقه. لو موثق ياخد حقه، يعني النهارده لما يجي شاب مصري بيتجوز مثلا جنسيتها ايطاليه الزوجه لازم هي بتجيب موافقه ليها. جميل. يعني ان احنا ندرأ عن نفسنا الاثار السلبيه للزواج من الاجنبي، ان احنا يكون في موافقه من بلد الزوج الاجنبي او الزوجه الاجنبيه عشان لو حصل مشاكل لا قدر الله يكون التوثيق هو حمايه. هو الحل الصحيح. بنشكر حضرتك على مداخلتك معانا استاذ هاني احمد عضو اتحاد المحامين.